الدكتور بسام الشماع معايا دلوقتي على التليفون. مساء الخير يا دكتور بسام. مساء النور يا فندم، واشكركم على الاستضافه. اهلا وسهلا دكتور. يعني علاقه المصريين القدماء بقمه او بقضيه التغيرات المناخيه، هل فعلا يعني قدماء المصريين كانوا يعني فطنوا إلى قضية التغيرات المناخية في وقتهم؟ كان لي الشرف من 3 أيام أن أنا ألقي محاضرة في الأمم المتحدة عن التغيرات المناخية وكيفية التعامل معها في مصر القديمة، وكان من ضمن النصوص اللي أنا طرحتها النصوص المصرية القديمة والآثار المصرية القديمة اللي لها علاقة بالتغيرات المناخية بالصور، أن هناك على بعد 100 كيلو غرب أبو سمبل في الجنوب المصري العظيم في الصحراء الغربية اكتشفوا من عدة سنوات دائرة من الأحجار قطرها 4 متر. ولما العلماء ذكروا الأحجار مرصوصة ازاي جوه الدائرة ديت، لقوا ان هي مرصوصة على هيئة خطين، خط منهم بيعمل شمال جنوب وخط منهم بيعمل شرق غرب بدرجة 70%، يعني عامل زاوية 70. لما بدأوا يدرسوا أكتر عرفوا ان الخط دوت بيبين ويشير إلى قرص الشمس بيطلع فين في الصحراء علشان يطلع بعد كده بقى في السماء ويديهم المكان بتاع الشمس في أول يوم في فصل الصيف اللي هو أول يوم في فصل المطر. إذا نحن أمام جهاز ابتكره المصري القديم ودرسه العالم 100 كيلو غرب أبو سمبل في الصحراء، والآن هذه الدائرة اللي بيسموها دائرة الأفلاك أو الدائرة الفلكية موجودة في حديقة متحف النوبل اللي عايز يزورها، وقالوا إن دي أول جهاز ابتكره الإنسان يرجع إلى 14,000 عام، يعني قبل توحيد القطرين وقبل الهيروغليفية، اللي بيبين ازاي المصري والمصرية القدماء جدا بقى لهم ما قبل توحيد القطرين بآلاف السنين رصدوا تغير مناخي معين ورصدوا تحركات الأجرام السماوية. ده واحد. 2، اكتشفنا ان رمسيس الثاني ذكر في نص من نصوصه عن المطر وعن الثلج. فإذا المصري القديم عرف الثلج وهو تغير مناخي كبير، لأن أنت لغاية 9000 سنة كنت بلد ممطرة، عشان كده في حتت كتيرة جدا في الصحراء مجرد أن أنت بتحط عليها مية بتخضر، يعني ما بتاخدش وقت أو صعوبة في أنها تخضر. وبعد كده هو بدأ التصحر يحصل، ولكن أيضا رمسيس الثاني يتكلم عن كنعان ويتكلم عن آسيا، ويتكلم في نص واضح جدا: لا تتمنوا مطرا وثلجا، وأطلق على الثلج كلمة هيروغليفية سرق، سرق سين راف قاف. فإذا المصري عرف هذا. أيضا عندنا بردية موجودة دلوقتي في سان بطرسبرج، في متحف سان بطرسبرج هناك في روسيا، والبرديه دي فيها حاجه بنطلق عليها نحن نبوءه نفرتي، اللي قال ان الرياح الشماليه والرياح الجنوبيه سوف يتقابلا. يبقى هنا في تغير مناخي المصري القديم درسه. ايضا درس فكره وصول الفيضان، عشان كده حط بيوته في حتت اعلى شويه من مستوى الارض عشان لما يجي الفيضان ما يكسرهاش. ودرس الفيضان جاي امتى علشان الزراعه بتاعته تمشي ازاي، واعتمد على دراسته لنجمة شهيرة جدا اسمها نجية الشعرة اليمانية اللي هي سيريوس أو سبيدت بالهيروغليفي. وهذه النجمة عندما تأتي بعد غياب 70 يوم هو اكتشف أنها بتأتي بالفيضان يوم 19 يوليو، فبدأ الحياة وبدأت السنة ب 19 يوليو. يعني معلش يا دكتور بسام، يعني النصوص دي واضحة وصريحة في علاقة المصري القديم بالتغيرات المناخية، ولا يعني فيها استعارة، فيها يعني بشكل غير مباشر؟ ده يا فندم يعني انا بقول لحضرتك النص مثلا بتاع رمسيس الثاني بيقول كده: لا تتمنوا مطرا وثلجا، يعني كده يعني ده النص المترجم عند كلاوس، طبعا ده واحد من العلماء العظام في وايضا درس، يعني ضيف سيادتك قبليه كان بيتكلم عن الكواكب وكيفيه ان الكواكب سوف تعاني وكذا. لو احنا استمرنا في معامله العالم بهذا المنظر، المصري القديم تعرف على المريخ والمشتري والزهره وعطارد وزحل، دول 5 كواكب تعرف عليهم في الدوله الوسطى، يعني بتتكلم في حوالي 4000 سنه. وقال القاموس بتاع المتحف البريطاني عن مصر قال على الاقل، يعني استخدم كلمه على الاقل 5 كواكب. اذا كيف تعامل المصري القديم مع السقعه والبرد والحر والتغيرات المناخيه والفيضانات والجفاف
وايضا الدراوت اللي هو فكره ان لما النيل ما كانش بيفيد كان بيبقى عنده مشكله جفاف في الارض، وبالتالي كان لازم يحوش البذور، وكان عايز يعمل حسابه على اساس لما يجي عندنا لوحه في اسوان اسمها لوحه المجاعه، يطلق على لوحه المجاعه، كانت معموله في ايام اليونان في ايام البطالمه، وبيتكلموا عن سنين من الجفاف في ايام الملك جاسر او النشريغيت اللي احنا نسميه زوسر. فاذا حصل ان المصريين عانوا من الموضوع ده. وحضرتك رحت سقاره ومشيت جنب هرم الملك ونيس بتاع الدوله القديمه، هتلاقي مناظر لرجاله عظام صدرهم باينه ورفيعين جدا، وده معناه يعني ترجم على انه كان حاله جفاف في البلد، وبالتالي حصلت معاناه. يقول نفرتي في نبوءته في البرديه اللي موجوده في سان بطرسبرج والتي تم ترجمتها بعدد من العلماء الاجلاء، يقول ان في وقت من الاوقات ان النيل سوف يكون ليس له ماء، وان الطيور سوف تعشش في اماكن اللي هي جايه من الهجره، فهتعشش في اماكن معينه ما كانتش بتعشش فيها. يعني هو يتكلم المصري القديم دايما ما بيتكلم عن التغيرات ديت وازاي هو تعامل معها. وفي مقبره في البر الغربي من الاقصر وجدنا المصريين لابسين تقيل. وده يرد على حضرتك على السؤال اللي بيتسال في الانترنت كتير قوي اليومين دول، هم ليه المصريين القدماء تملي بيطلعوا لابسين خفيف او مش لابسين غير حاجه بسيطه جدا؟ صحيح. هل المصري القديم طول الوقت كان في صيف؟ لا طبعا، كان في شتاء وكان في دنيا ساقعه، وكان في موسم 4 شهور المصري القديم سماه بارت بالهيروغليفي. يعني في بعض الناس على صفه الطرافه يقول لك بارت، الدنيا بارت يعني الدنيا برد، يعني في على صفه الطرافه، لكن ده موسم ومعروف، الاخت اللي هو الفيضان، البارت، والشموع بتاع الحصاد والحاجات الجميله بقى دي بعد كده. فاذا اللبس الثقيل اللي لابسه المصريين بالالوان، لونه بني ومحمر، يعني اللون بتاعه واضح جدا في الصوره، والصوره دي انا وضحتها في محاضرتي في الامم المتحده، وما عندكش فكره حضرتك عملت ايه في الناس، لان احنا بنتكلم هنا عن اعداد كبيره من الدول كانت حاضره المحاضره الحمد لله، ويعني اصابها نجاح الحمد لله كبير، لان عرضنا عليهم افكار هم ذات نفسهم كانوا بيسالوا فيها. نهر النيل كنتوا بتتعاملوا معاه ازاي لما كان بيهبط؟ وبالتالي لما حضرتك تروح اسوان ولما تروح ادفو ولما تروح جزيره اليفنتين تلاقي فكره النايلوميتر او فكره مقياس النيل، وهو موجود لغايه دلوقتي وقاعد مستخدم حتى العصور الاسلاميه. طب اهتمام الاوروبيين، عفوا يا دكتور بسام، بهذه يعني المعلومات وبهذه الدراسات، يعني بتعكس ايه؟ يعني ليه هم مهتمين دلوقتي بعلاقه المصري القديم بالبيئه؟ انا بشكرك على كلمه اهتمام، لان فعلا المديره التنفيذيه في روما قالت لي يعني بصراحه، وهي مصريه بالمناسبه، الدكتوره بلقيس، وحاجه تشرف، وهي اللي ماسكه القسم المراه في اللجنه التنفيذيه قسم المراه في اليو ان او في الامم المتحده، وكان في سيدات حاضرين، لان هي كانت المحاضره كلها للسيدات بتاع اليو ان، وكان اهتمام كبير جدا، وده واضح في الاسئله في الاخر خالص. جات لي اسئله من الهند، وجات لي اسئله من بلاد في كينيا وزيمبابوي، يعني جالنا اسئله من بلاد كتير عبر ميتنج زوم. فالاهتمام ده ليه يا فندم؟ لان كل ما هو له علاقه بالحكمه والعلوم اللي المصري القديم ابتكرها زي علوم الفلك، والان نعلم انه تعامل مع التغيرات المناخيه كمان بطريقه ايجابيه جدا، فبالتالي هم عايزين يتعلموا الحضاره المصريه تعاملت ازاي مع هذه المشكله، لان هو الحضاره المصريه تعاملت مع مشاكل كثيره، منها مشاكل معماريه، ازاي ابني هرم فيقع منه حته وبعدين اروح مصلحها اعمله كذا لغايه لما اوصل للهرم الاصلي. فالحضاره المصريه معروف عنها في العالم انها حضاره مراحل، يعني انا ما نمتش وقمت تاني يوم الصبح رحت باني هرم خوفو، لا، مشيت على خطوات معينه، فكره السدود، فكره ان انا احوش الميه، فكره الخزين. يعني لما حضرتك تروح بني حسن وتشوف المقابر وتشوف مناظر الشون، يعني كلمه شونت بالهيروغليفي يعني شونه شونت. نعم. فبالتالي فكره الحبوب، توت عنخ آمون، ونحن جميعا نتكلم عن مقبره توت عنخ آمون، العالم كله بيشير الى 4 نوفمبر والى حسين عبد الرسول الطفل اللي اكتشف اول سلمه والقصه الشهيره، والعالم كله بيتكلم على 100 سنه على ذكراه. جوه هذه المقبره تم اكتشاف بذر البطيخ، لقينا كزبره، لقينا سمسم، لقينا الحبوب دي والدوم والبلح والى اخره في حتت كتيره جدا. فاذا فكره تخزين الحبوب علشان المستقبل دي حصلت في مصر القديمه، وكلنا نعلم طبعا وعلى درايه بقصه سيدنا يوسف عليه السلام. صحيح. فهو الاجنبي بيبص لك مش لمجرد ان انت حضاره عظيمه ابتكرتها فقط، ولكن
انت اللي ابتكرت وحليت المشاكل، حليت مشاكل طبيه، حليت مشاكل لها علاقه بالجفاف، لها علاقه بالجوع، لها علاقه بان ما فيش ميه جايه هنعمل ايه، صحيح. فكره البحيرات وهكذا. فانت حضاره ابتكار وحضاره حل. نعم للمشاكل. يعني شيء مشرف. شكرا جزيلا دكتور بسام شكرا. على كل هذه المعلومات القيمة، وإن شاء الله يعني تكون عند حضرتك الفرصة لتشرفنا في الاستوديو الحديث مطولا حول هذه القضايا. وشفنا يعني الدكتور بسام الشماع المؤرخ والمحاضر في المصريات بيتكلم ازاي عن اهتمام الغرب بعلاقة المصري القديم بالتغيرات المناخية، والأمثلة الحية اللي يعني ذكرها الدكتور بسام الشماع اللي بتبرهن وبتدلل على هذه العلاقة.